السلام عليكم. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا بولي فارسي جينا بزاف بنين. مام يعني حاجه جديده نديروها، تقدروا تقدموها للضيوف تاعكم ولا ديروها ليكم في المنزل. الحاجه الاولى اللي غادي نبدو بها هي كيفاش نحلوا الدجاج تاعنا، يعني كيفاش نقلعوا منه العظم. هنايا كيما تقدروا ديروها لبحثكم في البيت، كيما تقدروا عند البوجيك تروحوا تشروها عليه، تقولوا له هو يقلع لكم منها العظم. يعني يبقى عندكم الاختيار. سينو اللي تبغي تتعلم راهي الطريقه قدامها، وضحتها لكم ميم زوميت لكم يعني باش تبان لكم مليح. الحاجه الاولى نغسلوا الدجاجه تاعنا مليح، نقلعوا منها هذاك الريش اللي يكون باقي فيها، يعني نتاكدوا مليح بلي قلعناه كاع. بعدها نروح نقلعوا لها هذوك الجناحات الزايدين، نقلعوا كاع الزوائد اللي فيها العرنوق. بعدها ماذا بينا نجيبو خدم يكون قاطع شويه. الحاجه الاولى نروحوا للصدر نقطعوه بين زوج كما راح توضح لكم الصوره. المهم يعني ماذا بينا نوصل هذاك العظم ونقصه معها على زوج. كما راكم تشوفوا الدجاجه تاعنا من الداخل نقوها مليح، باش مام هذوك يعني اللي يكون فيها الداخل ما يغبناش بعدها كي نكونوا نحلو فيها. ومن بعدها نجو نبقوا يعني نصيحفوا في اللحم تاع الدجاج، نبقوا نبعدوا فيه على العظم غير بشويه. المهم يعني لو كان يبقى لكم شويه يعني من هذاك اللحم مع العظم، تقدروا من بعدها تعاودوا تنحوه وتعاودوا تردوه مع الدجاجه تكون بالعظم. والحاجه الثانيه اللي لازم ناكدوا عليها هي الجلده تاع الدجاج، ما لازمش نخربوا فيها، ما لازمش نقطعوها، وما لازمش نقلعوها، باسكو غادي كي نلموها هي الحاجه اللي غادي تخلي هذا الدجاج تاعنا يشد روحه. باسكو ما غاديش نخيطوه. سما هذه ديجا استيس من لي استيس تاوعه. نورمالمون يعني نتمنى يكون الفيديو يوضح لكم مليح، باش هكاك اي وحده تبغي تخدمها في المنزل ولا هكا تكون عندها دجاجه وطريقه تاليه تبان لها باش ديرها، تكون الصوره توضح لها. هنايا كي نجو في الفخذ، هنايا لازم نجبدو الاولى الفخذ، هذاك الطرف اللي جاي منه هذاك الاول هو اللي نحوسو عليه، نبداو نقلعو منه اللحم تاع الدجاج. هي بخيت يعني كما يسلخوا اللحم تاع الخروف وكاع نفس الطريقه. فقط يعني هنايا لازم دائما تاكدوا مليح باللي اللحم راه يطير من العظم، وتاكدوا ثاني باللي ما خربتوش في الجلده. هذا ما كان يعني طريقه سهله وبسيطه، فقط يعني بالك المره تاعكم الاولى ولا تجيكم شويه صعيبه. غير سيو كيفاش تقلعوا اللحم تاع الدجاج من العظم كما راح توضح لكم، والجلده دائما ما نخربوش فيها. صراحه يعني ما نقدش يعني نفهمكم بالهضره، باسكو الفيديو راه قدامكم هو اللي راه يوضح كلش. الحاجه اللي تاكدوا عليها هي الجلده ما لازمش كامل تخربوا فيها. وبالنسبه لهذاك الشحم اللي يجي مع الدجاج ماذا بكم تقلعوه. اذا كان يعني ما رايحينش تخسروا الجلده تاعكم، اذا كنتوا غادي تخسروا الجلده تاعكم معليش دي خلوه. دوك هو غير كي يطيب يذوب داك الشحم اللي كاين لداخل، ما تخافوش منه. والناس اللي تقول لي باللي الجلده تاع الدجاج ماشي مليحه وكوليسترول ايتو، يعني تقدروا كي من مور ما طيبوها ما تاكلوش منها، ما هيش شرط باش تاكلوا منها، باسكو ديجا دوك كي طيبوها تبداو تقسموا فيها تلقوها متنحيه على اللحم تاع الدجاج. وهذه هي. بالنسبه للجهه الثانيه ثاني نفس الطريقه، الا ان يعني الجهه الزوجه راح تجيكم سهله على الجهه الاولى، باسكو يعني تكونوا ديجا تمرنتوا في هذيك الجهه الاولى. والجهه الزوجه ثاني يعني نفس الطريقه، كي تجي في الفخذ نحوسوا الاولى على هذاك الطرف الاول من الفخذ، من بعدها نبداو نتبعوا فيه ونقلعوه كومبلي هذاك العظم تاعه بلا ما نتوشوا الجلده تاع الدجاج. نقدر يعني نقسموها غير في الوسط باش هذيك هي نخرجوا العظم منها برك.
بعد ما نكملو من الجهه اللي قدام نروح للرول. هنايا في الخلف لازم يعني ندو الحذر تاعنا مليح، باسكو هنايا الجلد بخاس كاين شي دجاج اللي يكونوا يعني الجلد لاصق بزاف مع العظم. على هذه لازم يعني غير بشويه تسيسوا الجلده تاعكم وتنحوها كامل كما راهي توضح لكم الصوره. تبغوا يعني تبدو غير بشويه وتقلعوا، تبغوا تتبعوا هذه الطريقه، يبقى عندكم الاختيار. والفيديو يعني راهي يوضح لكم كلش بلا شرح من عندي. ما قصركمش الفيديو باش هكا يكون الفيديو واضح امامكم كما راكم تشوفوا. يعني اللي تبغي تتجاوزه ولا يعني تكون ديمودات من البوشي باش يقلع لها اللحم الدجاج من العظم، تكون يعني وفرت على روحها الجهد والوقت. بعد ما نكملوا يعني نقلعوا ثاني من الجهه الخلفيه نولوا من الامام، ويعني نتاكدوا مليح بلي كل عظم راه طار من الدجاج، باش هكاك نقلعوا كامل هذاك العظم من الدجاج بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ميم هذاك العظم تحتاجوه من بعدها تبغوا ديروا به شوربه ولا يبقى عندكم الاختيار. هذه هي الدجاجه تاعنا بعد ما قلعنا منها كامل هذاك العظم. هنايا نجو نقسموا الدجاج تاعنا باش نردوا كامل الطبقات متساويه وعلى قد بعضهم كما راكم تشوفوا. دائما يعني نسيو نقصوها، يعني نقلعوا من جهه ونزيدوا في جهه. ميم الجلده نعرفوا كيفاش نستفوها من تحت، وثاني نضمنوا بلي الجلده راها مغطيه كامل اللحم. وهنايا نضربوها بهذيك المطرقه ولا باي حاجه تكون عندكم، ضربوها باش هكا تجيكم مستويه على كامل السطح تاعها، ما تجيكم جهه بجهه. هنا باش تجيكم العمليه سهله، الحاجه الاولى اللي ديروها هي يعني توجدوا البابي فيلم تاعكم تكونوا حطيتوه. انا يعني درت ثلث مرات وحطيت فوقهم الدجاج تاعنا، ستفته مليح. عاد من بعدها راح نبدا نخدم فيه. هنايا من داك ما غاديش نخيطوها، سما هاد العمليه تسهل لنا باش نلمو هاد الدجاج مليح. هنايا درت 2 ملاعق كبار تاع الخردل ولا لا موطارد، زدت عليهم تقريبا نصف ملعقه صغيره تاع الملح، ورايحه نضيف عليهم شويه فلفل اسود. اللي تبغي دير لي زيبيس دير لي زيبيس اختياري. نخلطهم مليح هاد المكونات مع بعضهم ونبداو ندهنوا في الدجاج تاعنا بالبانسو. هنايا ان هادوك 2 ملاعق كبار تاع الموطارد ما تعمروش الملعقه بزاف هكاك باش الدجاجه تاعكم ما تجيكمش مره ولا صامته بهذيك الموطارد. ما تكثروش الكميه بزاف، سيرتو لو كانت عندكم الدجاجه صغيره ما تكثروش الكميه تاع الموطارد، باسكو قد ما كثرتو قد ما غادي تحمضوا وتصامتوا الدجاجه تاعكم. ما تقولوش يعني نكثروا، باسكو الا كثرتوا رايحه الكوت تاعها يختلف. بعدها نروحوا للحشو تاعنا. هنايا عندي كميه من اللحم المرحي، ضفت عليها حبه تاع البيض، ضفت عليها لي زيبيس يعني اللي يبقوا اختياريين، شويه ملح شويه كركم وشويه فلفل اسود معدنوس وثوم. وهنايا ضفت 2 ملاعق كبار تاع لا شابليو اللي هما خبز مرحي. ونبداو نخلطوا مليح هاد المكونات مع بعضهم حتى نتحصلوا على حشو مسمسك مع بعضها. انا هنا ما كترتش الكميه، سينو اللي تبغي تكتر الكميه او تبغي طبقه كبيره من اللحم المرحي يبقى عندها الاختيار. بعد ما نكملوا نديروا هذيك الطبقه الزوجه فوق هذاك الدجاج تاعنا اللي كنا درنا فوقه لا موطارد. كما قلت لكم تبغوا تكتروا الكميه كتروا الكميه. بعدها نضيفوا الجبن كما راكم تشوفوا. ماذا بينا هنا الجبن يكون هذاك الجبن تاع المربعات اللي ما يذوبش هكاك، باش يعني تبقى الطبقه تاعه باينه في هذا البولي فاخسي. ونبداو نرولو في الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا غير بهذاك البابي فيلم.
هنايا في حالة ما كانت عندكم دجاجة صغيرة رايحين تقدروا تتحكموا فيها، اما في حالة اذا كانت عندكم دجاجة كبيرة لازم تعاودوا ترولوها بالبابي فيلم كما راكم تشوفوا هنايا، ونعاودوا نلموها ونزيروها مليح. ما لازمش نخلوها مرخوفة هكاك باش ما تنحللناش كي تكون طيب. بعدها باش نسهلوا العمليه على رواحنا تاني درت نفس الطريقه مع البابي الومنيوم، حطيته هو الاول، بعدها جبت الدجاج عاد حطيته فوقه، بعدها بديت نرولي فيه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، ونزيروه تاني على الدجاج تاعنا. هنايا جبت بلا اللي ماذا بينا يعني يكون صغير على الدجاجه تاعنا باش هكاك الدجاجه تاعنا نضمنوا مليح بلي ما رايحش تنفتح لنا فيها وتجينا صيري فيها. درت تقريبا 2 كيسان ونص تاع الماء ودخلتها طيب على فرن، كنت دخلتها على اعلى درجه وخليتها طيب على اعلى درجه، بعدها نقصت لها غير شويه كما راكم تشوفوا هنايا. بعدها خرجتها تاكدت بلي طابت، دخلت فيها خدمي كي شفتها خرج لي يعني ناشف، ما يعني شفتها من الداخل بلي كلش فيها راه طايب. رايحه نشعل عليها من فوق نخليها تتحمر ونعاود نخرجها. بعد ما تحمرت لي مليح ودات هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه يعني شكل الشهي وما شاء الله عليه، نخلوها تبرد لنا شويه عاد ونقطعوها، باسكو اذا تقلقنا عليها غادي غير نبداو نقطعوا فيها رايحه تبدا تنحل، ثم الشكل تاعها ما جيناش مليح. وهذا هو الشكل النهائي تاعها، يعني تبغوا تقدموها مع لي فريت ولا مع صوص بلونش يبقى عندكم الاختيار. مام الدجاجه ما تجيناش ناشفه تجيب لا صوص تاعها، يعني ما تحتاجوش ما تشرطش عليكم باش ديروا لا صوص. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.